هعمل معاكم كيكه شوكولاته اقتصاديه جدا ب3 بيضات بس هتعملوها، وطعمها في منتهى الجمال. هتحسوا بالظبط كانكم بتاكلوا جاتوه. بالمكونات الموجوده عندكم هتقدروا تعملوها. ركزوا معايا بس في الفيديو واسمعوا للاخر، هقول لكم على شويه بدايل ونصايح خطيره جدا. هنبتدي اول حاجه بعمل صوص الشوكولاته الاقتصادي. معايا هنا 1.5 كوبايه من الحليب كامل الدسم، نص كوبايه سكر، 1.5 معلقة كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقه كبيره نشا، ومعلقتين من الدقيق، ومعايا كمان فانيليا سايله. في كسرولة فاضيه هنزل بكل المكونات بتاعتي. نزلت بالدقيق والكاكاو الخام والنشا والسكر، وهبتدي اضيف ليهم الحليب وابدا اخفقهم على البارد كده كويس جدا جدا، علشان اضمن ان المكونات كلها تجانست قبل ما ابتدي ارفعهم على النار. بالظبط كده. بعد كده هنبتدي نرفعهم على نار متوسطه، وطبعا التقليب المستمر علشان صوص الشوكولاته بتاعي يطلع مظبوط، وكمان مفيش اي حاجه تلزق في الكسرولة لحد لما يستوي معايا تماما. طيب هعرف منين ان هو استوى؟ اول ما يبتدي يعمل الفقاقيع اللي هقولك عليها دي يبقى هو كده استوى. شايفين؟ بالظبط كده. دلوقتي هنبتدي نضيف ليه الفانيليا السايله، حوالي معلقه صغيره كده من الفانيليا السايله، ولو ما عندكيش ضيفي فانيليا بودر. وهنضيف معلقه كبيره من الزبده، وممكن تستبدليها بزيت، لكن الزبده هتكون اخف واجمل طبعا. خلاص، وابتدي على طول ارفعه من على النار وافضيه في طبق كده يكون عميق بالشكل اللي شايفينه ده. وهجيب كيس نايلون او كيس تلاجة عادي، وابتدي افتحه وابدا اغطي بيه الصوص ده وادخله التلاجة لحد لما اعمل طبقه الكيك بتاعتنا النهارده. تمام؟ حلو قوي كده. طبعا الخطوه دي علشان الصوص بتاعي يفضل ناعم معايا وما يكونش طبقه سميكه فوق. هدخله التلاجة بقى، وتعالوا نجهز صينيه الكيك الاقتصاديه جدا. هحتاج في عمل الكيك لكوبايه من السكر، 1.5 كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات، 1.25 كوبايه من الحليب، نص كوبايه زيت، 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، واحتاج كمان لمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، باكت من البيكنج باودر، وفانيليا سايله او ممكن فانيليا باودر متوفر فيهم عندك. في كسرولة فاضيه عندي هبتدي انزل ب3 بيضات بالشكل ده، وهضيف ليهم الفانيليا السايله او الباودر المتوفر فيهم عندي، وكوبايه السكر، وابتدي اخفقهم كويس جدا لحد لما يبقى القوام هش جدا واللون يفتح معايا زي ما هتشوفوا دلوقتي. تمام كده. هضيف دلوقتي الزيت والحليب، وهخفق المكونات دي كمان لمده دقيقه. بعد كده هبتدي انخل المواد الجافه، الكاكاو الخام، وهنخل كمان الدقيق، وده ضروري جدا لو حابه الكيكه بتاعتك تطلع ناجحه وهشه جدا. خلاص، بعد ما نخلت الدقيق والكاكاو هضيف باكت من البيكنج باودر، وطبعا ذره ملح بسيطه جدا. وهنقلب المكونات دي، مش هنقلب كتير، يا دوب بس في اتجاه واحد، العجينه بتاعتي تتلم وما يبقاش فيه اي كتل دقيق خالص بالشكل اللي شايفينه ده. وبعدين طبعا ضروري جدا ان انت قبل ما تبداي تجهزي الكيكه دي ان الفرن بتاعك يكون شغال على اقل درجه حراره عندنا، لان الكيكه لازم تدخل على فرن متسخن مسبقا. دلوقتي هجيب الصينيه بتاعتي، هنزل فيها بمعلقه زيت وحوالي نص معلقه كده من الدقيق، وهبطن الصينيه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده من القلب ومن الاحرف علشان الكيكه ما تلزقش فيها. هبتدي اصب خليط الكيكه وقوامه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام؟ خلاص جهزته. هبتدي بقى ايه، اخبط الصينيه بتاعتي خبطتين، احاول اطلع فقاعات الهواء منها، هدخلها في الرف الوسطاني وهعلي درجه الحراره ل 180. في الرف الوسطاني هتقعد تقريبا تلت ساعه بالظبط. اول ما ادخل الكيكه الفرن هجيب صوص الشوكولاته بتاعي من التلاجة، وهبتدي اضيف ليه 1.5 معلقة كبار من الكريم شانتيه، وهضيف كمان معلقه كبيره من الكاكاو المحلى او ممكن نص معلقه من الكاكاو الخام. ولو ما عنديش كاكاو محلى هبتدي اضيف نص معلقه بس من الكاكاو الغير محلى، وعليها نص معلقه من السكر. وهضرب المزيج بتاعي ده او الخليط ده كويس جدا بالمضرب لحد لما القوام بتاعه يبقى هش جدا والحجم بتاعه يتضاعف زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. وبعد ما كان عدى تلت ساعه على الكيكه بتاعتي في الفرن طلعتها، كانت استوت طبعا، بس في الاول كنت اختبرتها كده بالسكينه دي فعلمت فيها، عشان كده هي فيها الفتحه دي، بس عادي جدا مفيش مشكله. نجيب خله اسنان او اي عصايه شيش طاووق ونبتدي نختبرها كده. لو لقيناها استوت خلاص نبتدي نعمل فيها خرام زي ما انتم شايفين كده، لاني حابه اسقيها بصوص علشان تكون طريه كده معايا زي ما هتشوفوا في اخر الفيديو. عملت صوص عباره عن 1/4 كوبايه حليب على معلقه سكر، وهسقي الكيك بالشكل ده. بس لازم تكون الكيكه بتاعتي بردت تماما، ما ينفعش احط الصوص ده وهي لسه طالعه من الفرن، يعني سيبوها تبرد حوالي مثلا 5 دقايق.
وبعد ما اسقيها بالحليب هسيبها لحد لما تبرد خالص، يعني تكون بارده خالص. ابتدي اضيف ليها صوص الشوكولاته اللي انا جهزته معاكم في اول الفيديو. وده لازم ان الكيكه بتاعتي تكون بارده تماما، لانك لو حطيتي الصوص ده وهي لسه سخنه او دافيه حتى هتهبط معاكي وتكون مكتومه. فضروري زي ما قلت لكم كده تتبعوا كل النصايح اللي قلت لكم عليها. هبتدي اسويها بالشكل ده. ولو عندك فارماسيل او عندك مثلا بشر شوكولاته او جوز هند او اي حاجه وحابه تزيني الصينيه دي كده من فوق، فطبعا اعملي كده. لو ما فيش تقدري تدخليها التلاجة وتقطعيها بقى لما تسقع وتاكلوها، بجد هتكون طعمها في منتهى الجمال. ترطب على قلبكم كده في الحر ده، وبجد اقتصاديه جدا. اي حاجه مش متوفره في الحاجات اللي انا قلت لكم عليها عندكم تقدروا تستغنوا عنها او تستبدلوها بالمتاح. اتمنى الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم حط لها لايكات كتير علشان تترفع والناس كلها تقدر تشوف الوصفه الاقتصاديه الجميله دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ارائكم بتهمني وبتفرق معايا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.